بعد صيام طول النهار وطلوع عينك في المطبخ بتعملي فطار وتعب وأرق العيال، وقبل الأذان بربع ساعة تلاقي كارثة على باب الشقة. قصة النهاردة بعتتها لي واحدة مقهورة من اللي حصل معاها. اسمعوا كده واحكموا. أنا متجوزة بقالي 3 سنين وحماتي عايشة معانا في نفس الشقة. علاقتنا كانت عادية، شد وجذب زي أي بيت مصري. في يوم في رمضان قمت من بدري كالعادة، ترواق وطبيخ وواقفة على رجلي طول النهار، والظروف اليومين دول كلنا عارفينها. فعملت أكل يا دوبك على القد، صنفين حلوين بس يكفونا أنا وجوزي وابني وحماتي. الدنيا كانت ماشية تمام والريحة مالية البيت، ومستنيين المغرب يأذن. قبل الأذان بربع ساعة بالظبط جرس الباب رن. بفتح لقيت مين؟ أخت جوزي وجوزها داخلين مبتسمين وبيقولولي كل سنة وانتي طيبة، ماما عزمتنا نفطر معاكم النهاردة. أنا في اللحظة دي تنحت حرفياً، مش عارفة أنطق. بصيت لحماتي اللي كانت قاعدة على الكنبة برا، لقيتها بصالي ببرود ولا كأن في أي حاجة حصلت. دخلت أرحب بيهم عادي وأنا ببتسم بالعافية، بس جوايا نار. الأكل مش هيكفي، دي مش عزومة، ده أكل يومي عادي جداً وما يأكلش 5 أفراد أبداً. دخلت المطبخ وندهت على حماتي بالراحة جداً عشان الضيوف ما يسمعوش. قلت لها يا ماما، على عيني وراسي إنهم ييجوا، ده بيتهم في أي وقت، بس ليه ما قلتليش أعمل حسابهم في الأكل؟ الأكل كده مش هيكفينا كلنا وشكلي هيبقى وحش قوي. كنت متخيلة إنها هتقول حقك عليا أو نسيت، لكن فجأة استنوا باقي الحكاية النهاردة بالليل.